طيب شوية دردشة كده، وانا لو سألت الناس دلوقتي ايه اهم، الدراسة ولا الرياضة؟ 95% هيقولوا الدراسة. ده مستقبل الأولاد، وده اللي هيحدد مستقبلهم، وده اللي هيحدد شغلهم قدام، كل الكلام ده. خلينا نتكلم بالعقل وبالمنطق. أي حاجة الولاد صغيرين بيتربوا عليها بيكبروا عليها. مش طبيعي إن أنا أحرم الولد من الرياضة تماما، ويبقى كل همي في دروسه، وإنه يروح أحسن مدرسة ويقعد 24 ساعة بيذاكر وياخد دروس مع أحسن ناس عشان في الآخر يطلع حد شاطر. وأولا مش معنى إن هو أشطر حد في دروسه يبقى هو أشطر حد في الحياة. تاني حاجة، مش الوقت أو الساعتين تلاتة بتوع الرياضة في الأسبوع هم دول اللي هيخسروه دروسه. أنا ليه بقول كده؟ عشان بشوف ناس كتير تفكيرها كده للأسف. الاتنين بالنسبة لي مهمين جدا جدا جدا. أنا هستفاد إيه لما أطلع ابني أو أطلع بنتي أشطر واحدة في الدنيا بتجيب 100% في كل المواد، وهتدخل طب لما تكبر، بس هي صحتها مش كويسة، هي مش قادرة تمشي، هي اوفر ويت، هي مش عارفة تلبس، هي مش عارفة تتحرك، مش عارفة تنبسط. لكن لو انا قدرت اعمل بالانس، الولد هيتعود. طبيعي جدا ان في الاول لو هو مش بيتمرن، لما يبتدي يروح التمرين هتلاقيه تعبان، مش قادر يذاكر، مش قادر يعمل مجهود. واحدة واحدة جسمه هيتعود ان هو يعمل كل حاجة. لكن ما احرموش من حاجة عشان اخليه قوي في حاجة، لا. البالانس في الحياة ده أهم حاجة في الدنيا. لازم الولد أخاف على صحته زي ما بخاف على مذاكرته، زي ما بخاف على كل جوانب الحياة بتاعته. لكن طول ما أنا مركز في حتة واحدة مش هيبقى شاطر غير في الحتة دي. وللأسف في ناس كتير تفكيرها كده. لما الولد بيكبر وفي بقى ابتدت مشاكل صحية عنده كتير تحصل، سكر أو أوفر ويت أو أي حاجة، نبتدي بقى نجري ورا التمرين عشان نلحق. هي الموضوع مش كده. الواحد يحكم عقله، نعمل بالانس في كل جوانب الحياة بتاعت ولادنا، عشان في الآخر يطلعوا منظمين وقادرين يحافظوا على صحتهم، وطبعا قادرين يحافظوا على دراستهم.